السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بالف خير. في هذا الفيديو غنهضروا على كل ما قدمه المحترفين المغاربه اليوم مع الانديه اللي كيمارسوا فيها، والامر كيخص حكيم زياش وزكريا ابو خلال ومحمد بولديني. كذلك كاين خبر على وليد الركراكي والنيه ديالو في استرجاع لاعب مغربي الى صفوف المنتخب الوطني. ندخلوا في الموضوع واللي غيكون باختصار كيف العاده، والبدايه غادي تكون مع حكيم زياش. اليوم جاوب الاداره ديال تشيلسي والصحف اللي كانت كتقول ان الاداره ديال البلوز باغا تهنى من المغربي حكيم زياش وجوج ديال اللاعبين اخرين صفوف نادي تشيلسي بحكم انهم كيتقاضاو رواتب مرتفعه. وكيف قلت لكم في البدايه، حكيم زياش جاوبهم اليوم كاملين على ارضيه الملعب وقدم شوط اول ولا اروع ضد نادي كريستال بالاس. وحكيم زياش قدم العديد من الكرات على طبق من ذهب الكي هافرز وكان كيضيعهم بغرابه. وفي الدقيقه 65 حكيم زياش غيقدم اسيست لكي هافرز واللي غيتسجل منه الهدف الاول والوحيد في المباراه. انا كنستغرب كيفاش كيضيعوا الكرات اللي كيحط لهم حكيم زياش. الاساس ان زياش لعب 88 دقيقه، لمس الكره 85 مره، هذا دليل على ان الكرات كلها كانت كدوز من عنده والتمريرات ديالو كانت ناجحه بنسبه 70%. عنده جوج ديال التمريرات حاسمه وقدم اسيست، وبطبيعه الحال تحصل على اعلى تقييم في المباراه بتنقيط 8.1 وخرج تحت تصفيقات جماهير تشيلسي اعترافا بالمستوى الكبير اللي قدمه. اذا هادشي اللي كاين بخصوص حكيم زياش. ندوز المتالق اخر ولكن في الدوري الفرنسي واللي نقذ الفريق ديالو من هزيمه، والهضره على زكريا ابو خلال واللي لعبوا اليوم ضد نادي بريست الفرنسي واللي كيلعب ليه اشرف داري واللي بالمناسبه راه كان غائب اليوم عن المباراه. الاساس ان زكريا ابو خلال كان اساسي مع نادي تولوز اليوم وتلقاو هدف في الدقيقه 18، وغيرجع اللاعب المغربي ابو خلال باش يعادل النتيجه في الدقيقه 65. ابو خلال لعب 70 دقيقه، لمس فيها الكره 37 مره والتمريرات ديالو كانت ناجحه بنسبه 80% وتحصل على تقييم 7.2. زكريا ابو خلال مستقبل المنتخب المغربي، واحد من اللاعبين اللي غيقولوا الكلمه ديالهم مستقبلا حيت كيخدم على راسه. ندوزوا لواحد اللاعب اخر اللي تا هو كيجتهد وكيتالق، والكلام على محمد بولديني واللي لعب مباراه البارحه ضد نادي غرناطه بحيث دخل كاحتياطي وقدر يسجل في الدقيقه 75. محمد بولديني لعب 16 دقيقه، لمس فيها الكره 13 مره، التمريرات ديالو كانت ناجحه بنسبه 100%. بولديني حاليا مسجل 5 ديال الاهداف من اصل 17 مباراه، 10 ديال المباريات منهم كان اساسي والباقي كان احتياطي، وهذا رقم مزيان. وهذا الشيء اللي خلى وليد الركراكي انه يهتم باللاعب. وعلى ذكر وليد الركراكي والمهاجمين، فاليوم جريده العربي الجديد دارت واحد المقال والمضمون ديالو هو ان وليد الركراكي ولا مهتم وكيفكر بجديه يرجع المهاجم المغربي ريان ماي الى صفوف المنتخب الوطني، رغم ان اللاعب غاضب من الناخب الوطني وليد الركراكي. وذكرت الجريده ان وليد الركراكي كيملك العديد من الحلول باش يمهد الطريق في وجه المهاجم المغربي للعوده الى صفوف المنتخب المغربي. اش بان لكم في القضيه ديال الاخوان ماي بالخصوص ريان ماي؟ واش تظلم؟ كذلك واش كيستحق الاعتذار او لا؟ الاعتذار ماشي على عدم استدعاء، بل الاعتذار على عدم التبرير، حيت الاستدعاء راه كانت منافسه قويه في المركز اللي كيلعب فيه. انا كنظن ان اللاعب كيستحق اعتذار على عدم التبرير، لا هو ولا ايوب الكعبي، حيت كانوا من المساهمين في التاهل ديال المنتخب الوطني لنهائيات كاس العالم، وهذا كيبقى حقهم، ما نكونوش ناكرين الجميل. اذا هادشي اللي كان معكم اخوكم محمد من قناه فوتفليكس. الا مازال ما انضميتيش لعائله فوتفليكس، رجع البطونه الكحله بيضاء وهانت معانا. صلوا على رسول الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وتفاءلوا خيرا تجدوه.